بص يا صاحبي، حضر قهوتك، وأي حد بيتفرج معانا يحضر فشار أو أي حاجة يتسلى بيها، لأن القصة النهاردة طويلة ومرعبة قوي. هتحتاج تركيز وقلب جامد. خلينا نبدأ. في صعيد مصر، في قرية صغيرة، كانوا بيقولوا إن الرقص في الأماكن المهجورة بالليل بيجيب الجن. رقية ما كانتش تصدق، لكنها جربت. رقية بنت 22 سنة من قرية ريفية في الصعيد. من صغرها وهي بتحب الرقص الشعبي. كانت بتتعلم من ستات القرية، وكلهم كانوا يشهدوا بموهبتها. كانت تحلم إنها تشارك في مهرجان كبير، بس أهلها ما كانوش موافقين. قالوا لها الرقص ده عيب، والبنات المحترمة ما بتخرجش كده. لكن رقية ما سمعتش الكلام. كانت بتتمرن سرا في أماكن بعيدة عن العيون. في يوم سمعت من واحدة كبيرة في القرية عن بيت قديم مهجور على طرف القرية. البيت ده كان معمول من الطوب اللبن وسقفه خشب. الجيران قالوا عنه بيت الجن، وكانوا بيبعدوا عنه بالذات بالليل. رقية فكرت إنه المكان المثالي للتمرين، محدش هيشوفها هناك. في ليلة قمرية أخدت هدومها وراحت البيت المهجور. دخلت البيت. المكان كان واسع، فاضي، وريحته تراب. وقفت في النص وبدأت ترقص. رقصة صعيدي تقيلة، فيها دقة ونغمة معينة. فضلت ترقص نص ساعة وتعرق. فجأة حست إن في حد بيتفرج عليها. وقفت مكانها وبصت حوالينها. مفيش حد. قالت يمكن وهم. كملت رقص. لكن المرة دي شافت من طرف عينها ظل بيتحرك معاها في عكس اتجاهها. الظل كان بطيء، تقيل، مش زي ظلها. رقية خافت، لكن فضولها كان أقوى. كملت رقص وبقت تراقب الظل. الظل كان بيتحرك، وكان شكله غريب. جسمه مش طبيعي، ايديه طويلة وهيئته مشوهة. قفلت عينيها وفتحتها. الظل اختفى. جريت تطلع من البيت ورجعت البيت. الصبح صحيت لقت نفسها تعبانة ورجلها وجعاها. قالت يمكن تعب من الرقص. بعد كام يوم رجعت تاني للبيت المهجور. المرة دي ما استنتهاش الظل يظهر. بدأت ترقص وكانت مركزة. الظل ظهر تاني، بس المرة دي كان بيقرب منها خطوة خطوة. رقية ما وقفتش، كملت رقص، والظل بقى يقلدها. بس تقليده كان غريب. كان بيعمل الحركات نفسها، لكن أسرع وأقوى وبشكل مش طبيعي. فضلت كده أسبوع كامل. كل ليلة تروح البيت المهجور ترقص مع الظل. الناس في القرية بدأت تلاحظ تغير في رقية. بقت تخس ومش بتتكلم كتير. بقت تمشي بطريقة غريبة وبتكرر حركات معينة من غير ما تحس. أمها قالت لها انت مالك يا بنتي؟ رقية ردت بصوت غريب، أنا بتعلم رقصة جديدة. أمها خافت. جابت شيخ يقرأ عليها. الشيخ قال في حاجة متعلقة بيكي من زمان، عايزة تتعلم منك الرقص وبتاخد من روحك كل ما ترقصي. رقية رفضت كلام الشيخ. قالت إنها كويسة. بس في الليل رجعت البيت المهجور. المرة دي الظل كان مستنيها. وقفت قدامها، مش مجرد ظل، لكن كيان كامل. كيان اسود، عيونه بتلمع وهيئته مشوهة. الكيان قال لها بصوت عميق أنا اتعلمت منك الرقصة، دلوقتي خلاص أنا هكمل مكانك، انت هترتاحي. رقية صرخت أنا مش عاوزة. الكيان ضحك الاختيار مش بإيدك، انت اللي علمتيني وأنا اللي هاخد منك كل حاجة. الكيان بدأ يرقص، ورقية حست إن جسمها بيتحرك رغما عنها. رقصت معاه ساعات. رقصة طويلة، متعبة، مرهقة. في الآخر وقعت على الأرض مغشية عليها. الصبح لقوها نايمة على الأرض في البيت المهجور. جسمها تعبان ووشها شاحب. صحيت ما تذكرتش حاجة، بس من يومها بقت تكره الرقص. وأي نغمة تسمعها تحس إن جسمها بيتحرك لوحده، وإن في حد جواها بيعملها يرقص. رقية بقت قاعدة في البيت، مش بتخرج. لكن في كل ليلة الجيران بيسمعوا صوت رقص من البيت المهجور. خطوات سريعة، عنيفة، مش طبيعية. بيقولوا إن اللي بيعرف يرقص الرقصة دي يشوف رقية وسط الظلال، قاعدة وبتعلم كيان جديد. سؤال ليكم،
انتوا بتعتقدوا إن الرقص ممكن يكون بوابة لعالم تاني؟ ولو كنتوا مكان رقية، كنتوا هتستسلموا ولا تقاوموا؟ شاركونا في التعليقات. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير. انت دلوقتي في عالم الإمبراطور.